يلا العيش. خدي دول. خدي دول. ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها يا استاذ؟ بص الواد يزن شبهي بالظبط. تابعني بجد. السلام عليكم. حاجه لله يا بيه. حاجه لله يا استاذ. الله يسهل لك. والله العظيم انا جعانه قوي، ما اكلتش حاجه من الصبح. ما خلاص يا حبيبتي، مش قالك الله يسهلك؟ يلا الله يسهلك. يا استاذ انت شكلك محترم، لو 10 جنيه بس او 5 جنيه. انا جعانه قوي، بطني بتتقطع من كتر الجوع. ما خلاص اكلتش حاجه خلاص من صعبت امبارح. عليا يا ست خلاص. ولا اقول لك خدي دول لك. كل ده ليا؟ اه يا لهوي الفلوس دي كتير قوي. ربنا يخليك يا بيه، ربنا يوسعك عليك يا رب. اشتري لك هدمه ولا هاتي لك اي اكل، يلا اتكلي على الله. ماشي شكرا يا بيه. مع السلامه مع السلامه. طب بقول لك ايه، ايوه يا مدام تعالي هنا. اتفضل. طب بدل ما انت عماله تشحتي وتمد ايدك للغريب وتمد ايدك للرايح واللي جاي، طب ما تروحي تجيبي لك بالقرشين دول بضاعه وتبيعيها، وبرضه هتكوني بتاكلها بالحلال. انت عندك حق. انا هروح اشتري بالفلوس دي بضاعه وابيعها بالحلال. شاطر. صح، هي بتتكلم صح، مراتي دايما ذكيه. روحي يا بنتي وربنا يفتحها عليكي. بجد شكرا. العفو. ربنا يديك ما يعطيك يا رب. خلاص يا حبيبتي، العفو. شكرا يا هاني. العفو. غلبانه قوي البت. يلا يا ابني حمل لي العيش ده كله على جوه. سلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك انا عايزاك تراضيني وما تجيش عليا. انا كنت عايزه بس شويه بضاعه كده اشتغل بيهم، بس انا محتاجاهم جمله. جمله؟ وانا ما اعرفش الاسعار ايه، والنبي بالله عليك. انجزي يا بنتي، انت عايزه ايه برضه؟ انا مش فاهم. عايزه اي بضاعه من عندك كده اشتغل بيها. انجز يا ابني، يلا خلص. يا استاذ بكلم حضرتك. البضاعه عندي غاليه. انا معايا فلوس، انا حد رضاني يعني وقال لي اكلها بالحال بدل ما انا بقعد وريني اشرب. الفلوس دي. اتفضل. ماشي. هات لي يا ابني شويه عيش للبت دي. ماشي. خد يا حبيبتي، ده العيش اللي على قد فلوسك، اشتغلي بيه، ولما تبيعيه بقى وتكسبي ابقي تعالي وانا هبقى اعمل معاكي الصح. ماشي يا استاذ. يلا كتر خيرك. اتفضلي يا ابني، يلا يا ابني عشان ما ازهقش على حد فيكم. تصدقي يا بنت يا لومه، دماغك دي عجبتني قوي. انا سبحان الله طول عمري بعطف على الناس الغلابه وبديهم مبالغ ممكن فعلا يقدروا يشتروا بيها حاجه ويبيعوها، بس ما جاش في دماغي قبل كده ان انا اعمل كده. كنت على طول بديهم كده المبلغ ده واقول له ايه، ادعي لي ربنا يكرمني. ما ممكن بعد كده بقى ايه، واحد يشتري له عيش زي ما البت عملت كده وقاعده هناك، ممكن واحد يشتري له مناديل ويسرح بيها، واللي يشتري سبح، واللي يشتري حجره. في حاجات كتير قوي ممكن نشتريها والله بالمبلغ ده، تصدقي؟ انا مش عارفه الحوار ده ما جاتش في دماغك قبل كده ازاي اصلا. ما انا ما كنتش بحط في دماغي يا لومه، بس لما البت دي عدت دلوقتي وانت عملت اللي انت عملتيه شغلت لي دماغي.